السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في تاني حلقة من حلقات برنامجنا. الحلقة أول لما اتصورت يوم 6 أكتوبر. أكتر يوم كان كل الشعوب العربية بتفرح فيه، لأن ده كان النصر الوحيد اللي أي شعب عربي أو إسلامي حققوه على إسرائيل. السنة دي جت والوضع مختلف تماما. جت وإحنا كمصريين فقدنا أحسن حاجة فينا، فقدنا آدميتنا، فقدنا إحساسنا بالآخر. جت السنة دي واحنا بنتكلم على الأموات على إنهم أعداد إحصائية 100 200 300 1000 ماتوا، مش بنفكر إن هما 1000 أسرة اتدمرت. السنة دي جينا والناس بتدعي على بعضها. قبل ما تدعي على حد عايز أعرفك على حاجة: تكوين الأسرة المصرية. أي أسرة مصرية هتلاقي فيها واحد مؤيد تماما للجيش، واحد إخوان، واحد مش إخوان بس بينزل معاهم مظاهرات، وواحد قرفان من كل دول وقال لك أنا لا مع ده ولا مع ده ونفسي بلد تبقى أحسن. خلال الشهرين اللي فاتوا في مئات الجنود ماتوا وفي مئات المدنيين ماتوا، وللأسف بتلاقي ناس من هنا بتسخر من هنا وناس من هنا بتسخر من هنا. السنة دي جينا واحنا فقدنا معنى الإنسانية. بقينا نفكر اللي مات ده متفق معايا ولا مختلف معايا. الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرت من قدامه جنازة يهودي قام لها ووقف، فالصحابة قالوا له يا رسول الله انت ده يهودي. قال أوليست نفسا؟ رواه مسلم. وحتى لو مش إنسانية، فاكرين المشهد ده من كرتون لاين كينج لما مفاسا مات؟ كلنا اتأثرنا بيه ازاي وكلنا عيطنا، برغم ان احنا مش أسود، بس احنا عيطنا لأن هو فقد تأثيره في حياة مراته وابنه والمملكة بتاعته. مش محتاج يكون وجهة نظري هي نفس وجهة نظر اللي قدامي أو تكون مقنعة بالنسبة لي عشان أحترمه. لازم نحترم بعضنا حتى لو اختلفنا. أنت عندك الزمالك، الناس بتشجعه برغم ان هو فريق ما كسبش ولا بطولة بقاله 10 سنين أو أكتر، بس حق الناس ان هي تشجعه. ما ينفعش تهجر عندهم، لا مش من حقك تشجع الزمالك. نفس الحكايه الوضع بالنسبه لنا في موقفنا السياسي. احنا في مصر دلوقتي واقعين في دايره مغلقه، العنف بيولد عنف. تتوقع اسره الضابط اللي حياتها كلها اتبرجلت عشان ضابط هيستشهد هيبقى عايز ايه غير الانتقام؟ تتوقع ابن المتظاهر اللي استشهد هيكون عايز ايه غير الانتقام؟ وانتقام من مين؟ من مصري زي. العنف بيولد عنف، وده دورنا. احنا لازم نقطع موضوع العنف ده، لازم نبطل العنف. طب احنا هنعمل ايه كناس ملناش سلطه لا في السياسه ولا في الجيش؟ على الاقل احنا مش هنعمل عنف، مش هنبروموت للعنف، لا هننشر عنف على ستيتس او تويت او حتى لايك لحاجه تولد العنف. ولو انت عندك اي فكره ممكن تحل المشكله يا ريت لو تبعتها لنا، واحنا هنحاول نوصلها لاي حد يقدر يحلها، وربنا يعيننا ونقدر نحل. لو ما عندكش اي حاجه يا ريت لو تعمل شير للفيديو، لعل وعسى ان ربنا يوقف بينا الدم.